تخصصي، انما اقدر اقيم اللي بيحصل واقدر اضيف عليه ازاي يتطور يبقى له شكل جمالي. ازاي سلام عليكم وبركاته. ازاي الفقره ديت ادائها الجميل اللي حاصل دوت مزيكتها تبقى عامله ازاي، انا اعرف اعمل ازاي لبسها شكله يبقى عامل ازاي، انا اقدر اشارك في ده برايي. ازاي ميكانيزم دخولها وخروجها وبدايتها ونهايتها انا اقدر اشارك في ده دون التدخل اطلاقا في الابداع اللي حصل للفقره. ولكن الفكره انك انت بتحط الشكل الابداعي بشكل فني بقى، مش ارتجالي ولا عشوائي ولا ده طموح بالنسبه لي واعتقد لبعض منهم. خبره المسرح علمتني وعودتني انه تقنيات المسرح لا تتجزأ في اي مكان، لازم يبقى فيه تقنيات حديثه، اجهزه اضاءه وصوت، لازم يبقى فيه الجيم الوحده العلاجيه، لازم يبقى عندنا شكل مختلف تماما ومتمرد تماما عن الدعايه التقليديه السخيفه، وكاننا يعني بنعلن عن واحد بتاع فشار. شيء لا يليق اطلاقا يعني. فكل الحاجات ديت بمشيئه الرحمن ان شاء الله احنا ماشيين في خطوات فيها. شكل الدعايه هيختلف، شكل الكيان كله من جوه هيختلف، احتياجات التقنيات هتختلف، شكل البرامج نفسها، كل برنامج محتاج حاجه ان شاء الله هنوفر له حاجاته. هنبتدي نعمل دعم للاوركسترا لانه عنده مشاكل بآلاته، حتى اللي بيقدمه نوع المزيكا كمان اللي بيقدمها فيها برضو مع احترامي شبه بعض، يعني بقت مزيكة الفقرات كلها وكأن الفقرات كلها واحد، وبالتالي الجمهور هنا ما يحسش بالتغيير، ما يحسش انه في شيء جديد حصل. استطيع ان انا اخلي نفس الفقرة هي اللي بقى لها 10 سنين، بس كل مرة يجي يخش يحس انها جديدة، بس هي بس الميكانيزم بتاعها عامل ازاي، الغلاف اللي حواليها الجمالي والابداعي بيخلي اللاعب والفنان جوه شكله عامل ازاي. ده هنتناقش فيه مع الفقرات ومع الشعب دون التدخل برضو في اللي بيتقدم. يعني انا مش هتكلم في اللي بيتقدم، ماليش علاقه، انما اقدر اقول وجهه نظري واقنن الاشياء. المقدمه دي الغرض منها ان احنا عندنا كم كبير من الهموم والمشاكل، بس انا دايما اقول خلوا المشاكل الاساسيه اللي بنطرحها الاول هي مشاكل الموضوع، يعني خلونا في الموضوع الاول وبعدين نتكلم في التفاصيل. زي ما ممكن كده انا وانت نبقى اصدقاء مثلا وبعدين نختلف في الفكره او في الموضوع، بس احنا اصدقاء، يعني انت عايزها شمال انا عايزها يمين، ده خلاف، انما في النهايه احنا اصدقاء. يعني لا ينال اطلاقا من ابداعي او ابداعك، انت شايفها شمال اوكي، انا شايفها يمين تمام مفيش مشكله، لانه ابداعي ده وانت ابداع خيالك ده وخيالي ده، انما في النهايه احنا اصدقاء واسره واحده. انا كنت طالب من حضراتكم ان احنا نقدم مقترحات مكتوبه، يعني انا مسؤول بتنفيذ هذه المقترحات. هذه المقترحات مش هتخش الادراج وتترمي زي ما البعض متصور ومتخيل ده بيحصل او كان بيحصل. لا، انا ما بشيلش، انا ما عنديش مكتب على فكره، ما بشيلش لا ورق ولا بتاع، انا ورق اي ورق بالنسبه لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا كابتن نبيل. ورق بالنسبه لي كله بيفعل على الاجهزه المعنيه، سواء طلبات خاصه بالشراء او سواء بالتطوير او سواء باي شيء مقترح للشعب او للفن. عندنا طموح كبير جدا ان احنا نرجع تاني ننشط بشكل قوي جدا الشعب والخيمتين بتوعنا ونحركهم على مدار العام ان شاء الله
في محافظات مصر وبآلية محترمة جدا تحترم آدميتنا وتحترم إبداعنا، وإنه لا يتم التعامل معانا على إن إحنا بنعمل بتوع سيرك وبتاع، لأنه اللي مش فاهم الحكاية بيتصور إن السيرك ده حد بيعمل حاجة كده فبتاع إيه يعني. لا مش إيه يعني، مفيش في العالم العربي كله حد بيعمل اللي عند حضراتكم خالص إطلاقا. وهنا قيمتكم الحقيقية، وهنا قوتكم، يعني قوتكم في إنك أنتوا تستطيع أن تفعل ما لا يستطيع غيرك، وده التميز. وأي حد بيتميز بإبداعه اللي بيقدمه. فالحمد لله أنتوا عندكم ده وتاريخ طويل جدا. فأنا بس هستأذنكم هنبتدي نسمع بعض المقترحات المكتوبة، تمام؟ أحب أسمعها والجميع يسمعها، لأنه أنا ممكن أستفيد من مقترح حد قاله أضيفه عندي في الفقرة. ممكن تطور لي فكرة عندي. فبدل ما إحنا كنا بنتكلم بشكل فرادة إنه كل حد عايز المنطقة بتاعته والفقرة بتاعته محتاج لها ديت، لا أنا ممكن كمان تفيدني يا أخي. فكر لي أنا كمان لو أنا حتى يعني مش مفكر كويس، فكر لي. تعال نشوف بعض ونقترح على بعض وبحب شديد جدا. ده مش تداخل. حضرتك لابس طقم بقول لك يا سلام، تعرف لو حطيت له الكوفيه الفلانيه هيبقى شيء رائع، شيء جميل جدا. دي الروح بتاعت العمل الجماعي. في النهايه ده عمل جماعي، لانه مفيش حد بيخش جوه يعمل حاجه لوحده، لازم معاه 1 و2 و3 و10. هو عمل جماعي. فنبدأ كده. كابتن نوبي حضرتك